الشيخ من كامل مشروع جديد وعد تحارب ان شاء الله الجامعة يا رب تحارب ان شاء الله كيبارك ربي بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نتمثل نثيس تماثيل نسلم ربي المقرن في الاول نسقي باذن الله تعالى. تقدم درس الجمعه والاستاذ النور في نسحب بيرا شحال يمكن دياس اذا الاستاذ مسعود القريمش في ذكر ربي الخير يونس الماد ديوان البروفيسور ديال السداوي تنكيزيوزو انا قدش نطاس انا يتمثل الديانه ما يتمثل لا سوسيتي مره يفكد افوذ مقر ديالنا المؤسسه الدينيه ديال تيزيوزو عموما سي كيخدي شرف باذن الله تعالى وكان خدي خدم درس الجمعه كنا نرحب بضع نسقط مقددا يدش اكد المؤمنين مره بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته الكرام ومن والاه. وبعد إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حديثنا في هذه الجمعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفر بها وفيها
خطايانا، وأن يتقبل منا دعواتنا، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويجعلنا في عباده الصالحين. حديثنا في هذا الدرس سوف يكون عن الأبعاد الاجتماعية للصيام، صيام رمضان الشهر الفضيل والمبارك. سوف نتطرق إلى بعض المعاني الاجتماعية التي ترتبط بهذه الشعيرة، صيام رمضان الذي يعتبر شعيرة من شعائر هذا الدين وركنا من أركانه، خاصة في ظل الدراسات الحديثة الاجتماعية منها الثقافية، وكذلك الدراسات الاقتصادية، يعني لأنه عبارة عن كل متداخل، ليس من السهولة الفصل بين الثقافة والاجتماع والاقتصاد. كما تعلمون الصيام يعني كممارسة هو موجود في كثير من الثقافات وكثير من الأديان، سواء الأديان السماوية أو حتى الأديان الوضعية، وحتى عند بعض الثقافات الوثنية باغانيزم، حيث يمارسون ما يسمى بالصيام بطرق مختلفة، ولكن في النهاية هي تدور حول فكرة واحدة، هي الامتناع عن تناول الطعام بشكل عام، أو الامتناع عن تناول بعض الأطعمة لفترة زمنية محددة. والإسلام على اعتباره استمرار للشرائع الأخرى، الشرائع السماوية والديانات السماوية الأخرى، فقد حافظ على هذه الشعيرة ورسخها وأعطاها طبعه الخاص، مثلا الصلاة الموجودة كذلك في كثير من الديانات السماوية، وحتى في بعض الديانات الوضعية التي تمارس فيها الصلاة على شكل من الأشكال تاع التأمل، في مثلا في البوذية. أيضا الحج اللي هو موجود في كثير من الثقافات وما زال مستمر إلى اليوم. إذن فيما يتعلق بالصيام على اعتباره شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة فردية individual، وكذلك جماعية، فيها الجانب الفردي وفيها الجانب الجماعي في نفس الوقت. أول ما يلفت الانتباه في هذه الشعيرة هو ارتباطها بالوقت ودلالاته المختلفة. تعرفوا أن الوقت هو فكرة نسبية، ويتغير المدلول ديالو من ثقافة إلى أخرى، يعني ماهوش حاجة باستثناء هذا الجانب الكرونولوجي هذا اللي نشوفوه المرتبط بدوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس. كان الجانب الاجتماعي فيه أو الجانب الثقافي، الدلالة تاع الوقت تختلف من ثقافة إلى أخرى. شوفوا مثلا كمثال بعض الثقافات كان ما تقربش لبنادم كي تحييه تكون لا ديستونس قريبه، يشعر كانك اهنته، لازم تلاقاه وتحضنه وتبدو يدك الى اخره. في بعض الثقافات تلقى مثلا الى قربت ليه مسافه قصيره يشعر وكانك تهدده. يعني الدلاله تاع الاشياء ترتبط بشكل كبير بالثقافه، لما نقول الثقافه الدين هو جزء منها. نفس الشيء بالنسبه للوقت، الدلاله تاع الوقت الثقافي والاجتماعي سواء من ناحيه التقسيم او من ناحيه لا فالور القيمه ديالو يختلف من ثقافه الى اخرى. نشوف الصيام في هذه الشعيره كيف يحاول الاسلام ان يعلمنا بعض الاشياء او العناصر المرتبطه بالوقت، العناصر الثقافيه المرتبطه بالوقت. شوفوا مثلا في الفتره تاع الافطار اللي جاء قبل وهو دخول الموعد نتاع الصيام، الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة واحدة نصوم لرؤية الهلال ونفطر لرؤيته، باش يعطينا هذا المعنى الذي يتضمنه هذا التوقيت الذي يوحد فيه الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها، خاصة مع توفر هذه وسائل الإعلام الحديثة وسائل الاتصال الحديثة.
على المستوى الشعوري أننا نفطر في نفس الوقت، نصوم في نفس الوقت، وبالمقابل فإننا نفطر يعني الأيام تاع العيد في نفس الوقت. الدلالة تاع الوقت التي تحيلنا إلى دلالة واحدة أخرى، نروح من الدلالة تاع الوقت إلى الدلالة الاجتماعية باش يوحدنا على مستوى يعطينا نفس التوقيت، تبدأ في نفس الوقت وتنتهي في نفس الوقت. وهذا عنده علاقة بالارتباط أو الوحدة الشعورية التي يشعر بها المسلمون عبر العالم. يتغير النمط تاع الحياة ديالهم في لحظة فاصلة وفي لحظة حاسمة، يتغير النمط تاع الحياة تاعهم والنمط تاع الاستهلاك ديالهم والنمط تاع الحياة تاعهم من طريقة إلى طريقة أخرى. هذا الجانب الأول. الجانب الآخر هو اللي يعلمنا، يدربنا على احترام الوقت وإعطائه قيمة معينة. ما تقدرش تفطر تصوم منذ طلوع الفجر، من اللي يطلع الفجر انت صائم في اللحظة الفاصلة اللي يطلع فيها الفجر، تمتنع عن الصيام، تمتنع عن الأكل وعن الشرب إلى غاية نفس الفترة الزمنية اللي هي الأذان نتاع المغرب. الناس كلها صايمة وكلها تنتظر تلك اللحظة اللي يعطي فيها المؤذن، يعطي فيها الإشارة لإباحة ما كان ممنوعا طول الوقت. هذا هو اللي يخلي المسلم يتدرب على احترام الوقت، وخاصة بما أننا المذهب الرسمي تاعنا في الجزائر المذهب المالكي اللي هو أكثر تشديدا في القضايا تاع الفرائض. يعني بعض المذاهب ربما أكثر تساهلا، يقول لك خلاص لما يكون الفجر يأذن الأذان تاع الفجر الذي يعلمنا بطلوع الفجر، خلاص ما تبقاش تأكل، تنتهي في تلك اللحظة. أو يدرب فيك على أهمية الوقت وضرورة احترامه بدقة، ومن هذه اللحظة ما عندكش الحق تتصرف في تلك الأشياء التي تم منعها عنك إلى غاية أنه يجي هذه اللحظة التي يتم فيها إباحة لك ما كان ممنوعا. إذن نشوفوا باللي أو يخلي الإنسان يدرب على احترام الوقت، ونفس الوقت على تنظيمه. يعني ماشي قال فوالا حبس الماكله وقت ما حبيت وقال فوالا نبدا من الظهر ونحسب من سوايع. لا، من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانت ملتزم بهذا. اذا فهو يدربك على احترام الوقت ويدربك على الالتزام به، وتمرن نفسك ايضا على تنظيمه من خلال توزيع تاع هذا الوقت هذا. لان الوقت عند المسلمين موزع مقسم بين ما هو للعبادة، ما هو للدين، وما هو للدنيا، السعي، المعاش، ما نقول في التراث الثقافة الإسلامية والتراث الإسلامي، السعي، الكسب والمعاش إلى آخره، وبين الفترات تاع الترفيه. إن الإسلام من بين الميزات تاعو خلافا لبعض الأديان الأخرى أنه أعطى زيادة على العبادة والسعي والكسب، أعطى فترة تاع الترفيه. نجده يقسم هذا الوقت خلال هذه الفترة، ينظمه بين ما هو للعبادة وما هو للكسب والحياة والمعاش، وأيضا ما هو للترفيه على اعتبار الترفيه. كما يعرفوا الشيخ بهلولي يعرف أن المباحات في الإسلام إذا قصد به الإنسان يعني كانت النية فيها للتقوي على طاعة الله تصبح عبادة. يعني حتى العادات تصبح عبادات إذا كانت النية صادقة ومخلصة من أجل التقوي على طاعة الله وعبادته. ولذلك كان أحد الصحابة يقول كنا نأكل الخبز بنية، يعني حتى وأنت ترفه على نفسك فأنت مأجور على ذلك النشاط. وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة. إذن نشوف خلال هذه الفترة تاع رمضان زيادة على أنه يعلمنا على احترام الوقت، ويعلمنا على أن له أهمية، فإنه أيضا يدربنا على تنظيم هذا الوقت، سواء الوقت المخصص للعبادات أو المخصص للعمل أو المخصص للترفيه وشحذ النفس للقيام بعمل آخر. يحضر منا هذه المقولة أبو بكر
الصديق رضي الله عنه يقول، وهو يوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: أعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعمل بالليل لا يقبله بالنهار. يعني هذا الوقت هذا نقسم كل حاجة فيها العمل ديالها، وكل حاجة لازم نديرها بلاصتها. الإسلام يدربنا على هذه المعاني. نشوفوا مثلا واحد الجانب الآخر هو مرتبط بهذا، مرتبط كذلك بالقضية تاع التوقيت تاع رمضان، هو الارتباط بالدورة الطبيعية للحياة. الدورة الطبيعية يمشي مع الريتم تاع الطبيعة تاع الناتور. صوم ينطلق الصيام ابتداء من طلوع الفجر، ظاهرة طبيعية، نمتنع عن الأكل خلال طول تلك الفترة إلى غاية غروب الشمس. الارتباط بالدورة الطبيعية اللي هو درك هذه ولات توندونس مونديال، وهو العودة إلى الطبيعة والتناغم معها. نشوفوا السيركل مثلا تاع المسلم في الحياة اليومية، وخاصة في الحياة في الأيام تاع رمضان. عندك الريتم تاعك، تتوقف تنوض قبل الفجر، تتناول السحور تاعك، من بعد تمتنع عن الطعام والشراب وكل الشهوات الأخرى، من بعد تصلي الفجر، تقرأ القرآن، اللي يزيد يدير شوية، يرقد شوية لاماتيني، ولا يعاود يروح إلى المعاش ديالو، يروح يخدم. الظهر تعاود ترجع تصلي الظهر تاعك. في البلاد اللي شويه الحاره عندهم الريتم هذاك تاع القيلوله، حتى ما كاين شويه الطبيعه شويه قاسيه، يصليوا يديروا لا سيست، ولا يزيد يعاود يرجع الى العمل، يلحق العصر تصلي العصر تاعك، تستعفى شويه مع العائله ديالك الى اخره. بعد يلحق المغرب، تجتمع العائله على الافطار، اجتمعوا على طعامكم مبارك لكم فيه. لجا هذه الدلاله الاجتماعيه الاخرى تاع الاجتماع تاع العائله، لان خاصة مع الحياة العصرية هذه اللي عاد ما تعطيش فرص كثيرة للإنسان باش يتلاقى. يعني هاي فرص لكي تجدد العائلة روابطها. روحوا صلي العشاء بعد الإفطار، صلي العشاء التراويح، تعاود ترجعوا للدار كاش ما زيد تحكي شوية مع العائلة وتخلدوا إلى النوم. الريتم تاع الحياة تاع المسلم خاصة في رمضان، وانسيت سويس، وهكذا الفجر الى اخره. هذه الدوره الطبيعيه هي اللي هي الدوره التي كانت موجوده عند المسلمين قبل ما تضغط علينا هذه الحياه المعاصره. هي الدوره الحياتيه اللي ينصح بها حاليا، سواء علماء النفس ولا مثلا الاخصائيين الاجتماعيين او حتى الاطباء. النوم المبكر، كالسهره هذيك تاع الوحده الزوج تاع الليل بلا فايده في القهاوي والدومين الى اخره. كملت التراويح تاعك، راكش ما تقصر شويه هكذا في الكلام الطيب مع بعض الاصدقاء ولا العائله وتروح ترقد. مؤخرا يتكلموا يقولوا على بعض الاكتشافات، يقول لك كاين واحد الخلايا مرتبطه بالنمو وتجديد الاعضاء داخل جسم الانسان اللي هي تخدم فقط في ظرفين. تخدم كيعود الانسان راقد، وفي الفتره الزمنيه حوالي ممكن 9 حتى 12 تاع الليل هي اللي تجدد الخلايا تاع الانسان. ولذلك هذا النقص تاع النوم في الفترات الحقيقيه تاعو اللي هي من صلاه العشاء الى صلاه الفجر. لو مود تاع الصومي هذا او العجز الديفيسيت تاع الصومي يسبب كثير من الامراض، وهو السبب تاع كثير من الامراض اللي موجوده حاليا اللي هي الارهاق والقلق الى اخره الى اخره. هذا فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالوقت. إذن رمضان هو فرصة لكي يعيد الإنسان فيها برمجة حياته وفق دلالة سليمة ووفق دورة سليمة. الجانب الآخر هو الإشارة اللي موجودة في رمضان على ضرورة أن الإنسان يرتبط بالدورة الطبيعية الحقيقية. يعني الإنسان هو عبارة عن بلغي مسمار في هذا الكون، ما يلزمش يكون هو نشاز، لازم تمشي مع الدورة الطبيعية تاع الحياة. هنا كاين عندنا واحد الفكرة فيما يتعلق مثلا الثقافة الغربية عموما، هما يشوفوا في الطبيعة هذه هي العدو ديالهم، ولذلك مبني الحياة ديالهم على ما يسمى بالصراع مع الطبيعة.
الإنسان الغربي ابتداء من الحضارة اليونانية. كاين اللي يقول كما غارودي رحمة الله عليه، روجي غارودي يقول أن بدات مع ديكارت. ديكارت يقول وظيفة الإنسان في هذه الدنيا أو علاقته بالطبيعة هي صراع أو يدوس مع الطبيعة مع الحياة، هي ماشية في اتجاه ويحوس رجعها في اتجاه. في المنظور الإسلامي العام، المنظور المعرفي الإسلامي، لا، الإنسان ليس في صراع مع الطبيعة، بالعكس الطبيعة هذا ربي خلقها وسخرها للإنسان. أي مسخرة لك ربي خلقها الطبيعة باش تخدم هذا الإنسان على اعتباره الكائن الأرقى والأعلى داخل هذه المنظومة الكونية. إذن بما أن هذه الدنيا أو هذه الطبيعة خلقت مسخرة لك، لا تصارع معها، ما تصارعش معها. أنت فقط عليك أن تحترم هذا النظام الكوني المعرفي الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ولذلك فوجود الإنسان في هذه الطبيعة، وجوده في هذه الحياة، هو خليفة وليس مالكا أصليا. ماشي هو مول هذا الكون هذا، ما يتصرفش، ماشي هو اللي يملك ليه، هو فقط خليفة، هو فقط وكيل. والوكيل يجب أن يتصرف في حدود الوكالة التي أعطيت له. بالجانب الآخر ما هوش في صراع مع الطبيعة، لأن هذه الطبيعة أصلا لم تخلق لكي تتصارع معك أو تتصارع معها. هذه الطبيعة خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لكي تكون في خدمتك. إذن فعليك أن تكون متناغما معها وأن تتصرف فيها في حدود السلطة والصلاحيات التي خولها لك، اللي أعطاها لك الملك الأصلي اللي هو الله سبحانه وتعالى. نشوفوا في هذا في رمضان كيفاش الله سبحانه وتعالى يجعل الحياة تاع الإنسان المسلم هذا متناغمة مع الطبيعة، مع الرتم اللي موجود في الطبيعة، ماشي خارج عليها لأنه موش هو باش يصارع ولا باش يخرج عليها. وهذا هو الرتم اللي كان على كل حال في كثير من الثقافات. فقط كي جات ما يسمى بالثورة الصناعية في أوروبا هي اللي بدلت المصنع، هو اللي أعطى الريتم هذا تاع الحياة، تخرج على 8 تخرج على 5 إلى آخره. ولكن من قبل في ثقافات كثيرة ماشي هذا هو الريتم. وهذا لا يعني أنه هو الريتم الواحد اللي موجود في الدنيا، هذا هو النسق الكرونولوجي الواحد اللي نقدروا نديروا. تقدر تظهر ثقافات وحضارات أخرى تبدل هذا الريتم اللي راه موجود. ولذلك نلقاو هذا الريتم اللي موجود في رمضان هو متناسق مع الطبيعة، وكأنه يحيلنا إلى أننا يجب أن نكون في وفاق معها، لا أن نكون في صراع معها كما تريد أو كما هي عليه الحضارة الغربية. تمسك عن الطعام مع طلوع الفجر، بعد تعاود ترجع إلى الأكل والتمتع بالطيبات تاع الحياة الدنيا عند غروب الشمس. تبدأ صيامك اليوم الأول مع ظهور شهر تاع رمضان القمر، مع ظهور الهلال، تتوقف عند ظهور الهلال مرة أخرى، وكأنه يعيدنا إلى هذا الوفاق مع الطبيعة، هذا الوفاق اللي الله سبحانه وتعالى جعله القانون التي يمشي عليها الكون. الدراسات الحديثة سواء كانت البيولوجية أو النفسية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية تبين الفضائل على المستويات المتعددة لهذا الوفاق الذي يكون بين حياة الإنسان المختلفة والطبيعة. جانب آخر اللي هو ممكن كذلك رمضان يزيد يعاود ينبهنا إليه ولا الفائدة تاعو، وأنه ينمي في الإنسان الرقابة الذاتية اللي هي محور كل المشاكل تاع العالم. في الحديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. واحد ما على بالو بك إلا راك صايم، تحب دير بروحك تنظر باللي راهي صايم، برا ما تاكلش، تدخل لدارك وتغلق الباب في دارك ما يعرفوش، تاكل واحد ما على بالو بك. إذا سي لوطو كونترول، الرقابة الذاتية تاع الإنسان. رمضان يدربك على هذه الرقابة الذاتية. ما كان حتى واحد يعس فيك غير الله سبحانه وتعالى هو اللي يعس فيك، ما كان حتى واحد. تحب تروح تاكل واحد ما على بالو بك. إذن هي فرصة أن الإنسان ينمي فيه هذا ما يسميه الرقابة الذاتية، لوطو كونترول، تمتنع على أكثر الرغبات تاع الإنسان في الحياة اللي هي تمتع بالمادة تاع الطعام تاع الشراب تاع الحديث إلى آخره.
تمنع نفسك منها دون أن يكون عليك أي رقيب أو حاسب. ما كاينش اللي يقدر يحاسبك إلا الله سبحانه وتعالى والكنترول ديالك. وهذه الرقابة الذاتية مهمة جدا جدا، باسكو لما نتكلموا مثلا داخل المجتمعات في السلوك لا باز هي التربية، هذا الكنترول. القانون غير وين يشدك، ولكن وين ما يغطيش القانون شكون اللي يراقب؟ ضمير الله سبحانه وتعالى. هو هذه الرقابة تاع الإنسان. إذن في الإسلام، في المنظومة الإسلامية، ماشي الصح في القانون، الصح هو في هذه الرقابة، هو في هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى والإيمان به والتقرب إليه بهذه الطاعات اللي نسميوها الرقابة الذاتية. والرقابة الذاتية هذه هو عبارة عن تدريب. كلما دربت نفسك عليها تخلي الإنسان يتحكم في ذاته. وهذا يؤدينا إلى حديث واحد آخر يقول في علم النفس الاجتماعي وفي علم الاجتماع، يقول الشيء الذي يفرق بين الإنسان والحيوان أن الإنسان يتحكم في رغباته. صحيح. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إذن لما نتكلموا على وقلنا أن الشيء الذي يفرق الإنسان على الحيوان هو أن الإنسان من خلال التنشئة والتربية يولي يتحكم في رغباته. من الحيوان فهو يتصرف انطلاقا من الغريزة والفطرة التي فطر عليها، يعني الغرائز تاعو. الفرق لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش داخل المجتمع إلا إذا كان قدر باش ينضبط مع القواعد الاجتماعية، سواء كان مصدرها الدين أو مصدرها المجتمع ولا مصدرها الدولة والمؤسسات تاعها. باش تقدر تنضبط يجب أن تتحكم في هذه الأشياء، ما تصرفش كما تحب أنت، ما تقدرش تعيش داخل المجتمع. إذن باش تتصرف هذا التصرف لكي تصبح قابلا للحياة داخل المجتمع عليك أن تتعلم أن تتحكم في رغباتك. وين حاجة أنت حبها والمجتمع يقول لك لا هذه ما ديرهاش، لازم ما ديرهاش. هذا الشيء هذا وين يكون؟ هو من خلال القدرة على لو كونترول. باسكو عندنا في الاخر في الجانب هذا عندنا الجانب الذاتي الشخصي وهو التحكم في الرغبات الشخصيه تاع الانسان. كاين الجانب القانوني، عاده الجانب القانوني يغطي نسبه قليله. القانون من الممنوعات تاع الحياه ويتدخل فقط في حالات محدده، ولكن الجانب الكبير
هي الثقافة، هي التربية، هي التي تغطيه. الأصل هو هذا، الثقافة والتربية والتحكم الذاتي تاع الإنسان. ورمضان هو فرصة أو مدرسة من أجل أن الإنسان يدرب نفسه ويمكنها ويعلمها أن تتحكم في رغباتها، ويرتقي إذن من خلال هذه العملية من مرتبة الحيوانية إلى المرتبة البشرية التي تؤهله لكي يكون صالحا للاندماج والحياة في مجتمع معين. جانب واحد آخر اللي هو كذلك رمضان، اللي هو مدرسة له. قلنا الصيام هو شعيرة فردية في نفس الوقت هو شعيرة جماعية. نحبسوا على الماكلة في نفس الوقت، نعاودوا نرجعوا نفطروا في نفس الوقت، نبداو في نفس اليوم، ننتهيو في نفس اليوم، نجتمعوا في الفطور مع بعضنا. إذن عنده الجانب الاجتماعي تاعو أو الجانب الجماعي تاعو، وهذا واش يخلي ما نسميه بتقوية الروابط الاجتماعية داخل المجتمع. هذا في بعض المجتمعات سيكون بروغرام يسميوه محاربة الاستبعاد الاجتماعي باش يدمجوا المجتمعات في بعضها. كاين واحد الأمور هذا سي دي فيتوليتي مي هي عندها أهمية كبيرة. مثلا في الانجليزي واحد الوقت في اطار برنامج لادماج المجتمع في بعضه البعض باش يحاربوا ما يسمى الاكسكلوزيون سوسيال، الاستبعاد الاجتماعي، يشجعوا النقل العمومي. لا باس عليك كملياردير يشجعوك باش تركب في الترام، في وسائل النقل العامه هذه. علاش؟ باش الشعب ما يتعزلش على بعضه ويوليو الاغنياء هذاك من دارو الطوموبيل ديالو للبيرو ما على بالش واش صاري عند الطبقات المتوسطه والطبقات الدنيا. نفس الشيء بالنسبه للطبقات الاخرى، لان كاين هناك ما نسميه بالاستبعاد الشخصي الذاتي، واحد يعزل روحه، وكاين الاستبعاد الذي يمارسه الاخرون. الاسلام يحارب من خلال هذه الشعائر الدينيه، يحارب هذا لما نسميه بالاستبعاد الاجتماعي ويدمج المجتمع في بعضه البعض. باسكو لما هذه الطبقات والفئات تاع المجتمع تسيبر على بعضها واش يصرى؟ معناها راح تكون ما يكونش السلم الاجتماعي، يكون فوضى، تبدا الناس تكره بعضها، تبدا تحقد على بعضها الى اخره، والمجتمع يتفكك. لما يتفكك المجتمع نروحوا الى الصراع، يعني هو الموت التدريجي للجماعات. في رمضان مثلا نصليو التراويح مع بعض اللي يلحق، وهنا نشوفوا العظمه تاع الاسلام من خلال هذه الشعائر اللي تكرس بعض المبادئ اللي المجتمعات المعاصره الاخرى تحوس تعاود تحييها. نجي اللي يدخل الاول يصلي في الصف الاول، ان شاء الله فقير ما عندوش انسو في الجيب تاعو، يلحق هو الاول ويصلي. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم الشيخ يعني يعرف الحديث يقول لا يتخذ احدكم مكانا يبرك فيه كما يبرك البعير. يعني عندك بلاصه في الجامع غير تدخل تروح لها واحد ما يقعد فيها، باستثناء نقولوا هذه المجموعه هذه اللي تجي مباشره خلف الامام، هذه اللي خصها الله سبحانه وتعالى، خصها الرسول صلى الله عليه وسلم بميزه يقول لك من وراء الامام لازم واحد اللي يعرف شويه الفقه وكذا، ما تدريكش ما يطرق على الامام، ولا لازم واحد اللي يعرف يركع الصلاه ويتم بالمصلين. ولكن الباقي في المسجد اللي يسبق يدي البلاصه، غني فقير قاري ماشي قاري عالم جامي دخلت للمدرسه، اللي يسبق للصف للمكان فهو احق واولى به. ومن بعد نصلوا مع بعضنا، نتزاحم ونتراحم، المنكب الى المنكب والرجل الى الرجل. ممكن تلقى واحد السيد الطبيب بروفيسور مانيش عارف، تلقى واحد غني عنده اموال قارون، ولكن داخل المسجد كلنا سواسيه، ما كان حتى حاجه بيناتنا. وهي هذه اللحظات اللي تنحي كل هذه الفوارق، وهذه اللحظات عندها اهميتها. علاش؟ لان هذاك الفقير كي يلقى روحه مع واحد الغني في الصف، الحقد هذا كيزول في النهايه، راهم كيف والاخوه في الدين. فقط هذا عنده واجبات، هذا عنده واجبات، هذا فتح الله عليه في شيء وهذا فتح الله عليه في شيء. وهذه مساله كبيره ومهمه جدا جدا. في الصيام ثاني كيف هذاك الفقير اللي ربما كانت تمر عليه مده طويله في اليوم ما يلقاش واش يدير الدار، هذاك الغني له كل الاموال التي سخرها الله سبحانه وتعالى والتي اعطاه اياها، يشوف فيها ما يقدرش يمس فيها. وبذلك الشعور بما يعانيه ذلك الفقير، يذكره بما يعانيه هذا الفقير، هذا يخليه يقول هذا السيد هذا
راه حقيقه باسكو المعاناه ما تقدرش تحكيها لواحد، كاين واحد الاحاسيس ما تقدرش ترد لها وتحكي له وتقول لها الفقر، ما تقدرش تنقله، لازم يعيش تلك اللحظه. اذا فعندما يعيشها الاحساس ديالو بالعطف والرحمه والتضامن مع هؤلاء الفقراء الذين لا يمتلكون ما يكفيهم، هذا يخلي هذه الوحده وهذا التراحم. وهذا خلاف مثلا لبعض الثقافات ولا بعض مثلا النظريات الايديولوجيات اللي موجوده. مثلا اذا كان شفنا في الايديولوجيا الماركسيه السابقه لتنمي العداء بين الفقير والغني، هذا الغني هذا على راهو غني راهو دراهم لانه اصبح غني لانه ياكل في حقوق الناس الى اخره. هذه النظره هذه الاسلام لا، الاسلام يعترف بحق التملك ويحافظ على الملكيه الخاصه، ولكن يجعل للفقراء نصيبا في مال الاغنياء، ويقول له باللي داخل الجامع انت ماكش غني، انت راك مجرد مصلي كبقيه المصلين مهما كانت درجته. اذا الاشكال اللي راه موجود عكس مثلا بعض الايديولوجيات القديمه، ماهوش في التراتبيه اللي موجوده في المجتمع، واحد غني واحد فقير، واحد قاري واحد ماشي قاري، واحد عنده سلطه واحد ما عندوش سلطه. ماشي هذا هو المشكل. المشكل ليس في التراتبيه، يعني في التدرج هذا هو شيء طبيعي ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات. المشكل هو في هذه العزله الشعوريه او المسافه الاجتماعيه اللي موجوده بين هذه الفئات. وخلافا للاسلام والايديولوجيات الاخرى اللي عندهم ترتيب واحد فقط هو على الاقتصاد، عنده الدراهم اللي ما عندوش دابا في الاسلام. فلربما هذا السيد فقر في دراهم بصح هذا السيده فقر بصح وفقر، فلربما في الدين عند ربي هو اقرب الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامه منك ايها الغني. ولكن انت ايها الغني ايضا بامكانك ان تكون مثله او افضل منه اذا اديت حق الله وحق هذا الفقير وكنت ملتزما بالشيء اللي مطلوب منك. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل مثلا التاجر الصدوق يوم القيامه راه في مرتبه تاع الانبياء والصديقين والشهداء، ماشي سهله. واحد غني عنده المال ويستطيع ان يتغلب على نفسه ويؤدي هذه الحقوق. اذا خلافا لهذه الايديولوجيات القديمه، الاسلام اعترف بالتراتبيه ولكنه حارب الاستبعاد الاجتماعي. الانعزال هذا كان لا ما نصليش في الجامع، علاش ما نصليش؟ ويجي هذاك السيد لا، اذا كنت مؤمنا صادقا هذا السيد يساويك في الانسانيه، فلربما يفوقك في الايمان، وفلربما هو اقرب الى الله سبحانه وتعالى منك. بالك انت قريت هو ما قراش، ولكن ربما يؤدي عمله بطريقه متقنه افضل منك، وبذلك فان مكانته يوم القيامه سوف تكون افضل منك. لا، اذا انت مسلم حقيقي تجي للجماعه وتصفف وتقعد في البلاصه وين لقيت البلاصه، ماشي لانك انت سي فلان تجي عندك بلاصتك ريزيرفي داخل الجامع. ما كاينش ريزيرفي، كيما ما كاينش واحد عنده ريزيرفي في الجنه. اذا في الدنيا كذلك راك في نفس الوضعيه. هذه الفلسفه وهذا التصور تاع الاسلام لهذه المعاني هو واش يدير؟ يبيرجي هذيك الاحاسيس والاحقاد التي تتراكم بين الناس، باسكو الغني يؤدي حقه الى الفقير ويجي للجامع يلقاه في الصف قدامه. يقدر يكون فقير حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن نقراو مع هذاك الفقير ولا يصلي بينا، ماشي الغني حتى ما حافظش القران. لا نهار نعودوا عصفور نعيطوا لك مي رانا في البلاصه تاع واحد حافظ القران، اذن هو سيكون امامك في هذا المكان وانت عندك السبل التي يمكن ان ترتقي. اذن عندنا مهما اختلفت وضعياتنا الاقتصاديه والاجتماعيه فان لكل شخص باب يمكن ان يوصله الى الجنه ويوصله الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الجنه جعل الله لها كثير من الابواب، واحد يدخلها بالصيام، واحد يدخلها بالصدقه، واحد يدخلها بالذكر، واحد كل واحد منين يدخلها لكي يساوي هذاك الفقير. اذا ما عندوش المال صافي يدير ما يدخلش الجنه، يمكنه ان يدخل بالوسائل التي اعطاها الله سبحانه وتعالى ويكون في نفس المرتبه تاع هذا الشخص. ما زالت واحد الفكره ثانيه اساسيه ونختم بها ان شاء الله باش احنا رانا نتكلموا حتى رانا الوقت باش ما نفوتوش الوقت المخصص، وهي الجانب تاع الاستهلاك. عاده في رمضان الناس تصوم اليوم ومن بعد شغل يريكيبيري العشيه واش فاتوا في النهار يعاود يريكيبيري اضعاف مضاعفه، ومن بعد نخرجوا من الاسراف نروحوا حتى الى التبذير.
التبذير تروح لي بوبال صباح تاع العائلات المسلمه تلقاه معمر بالطعام هذاك تاع نهار كاين اللي عنده الفيس نهار كامل والقفه في يدو ويدور الحاجه اللي يشوفها 20 خبز من بعد حتى يفطر غير يأذن يضرب الشوربه هذيك برك يفيق باللي هذاك الشيء اللي جابو كامل ما يحتاجوش. هنا باش نتكلموا على الفلسفه تاع الصيام، الفلسفه تاع الصيام ماشي هي العشيه تعاود واش خلفك في النهار، لا حافظ على الريتم ديالك معليش تزيد شويه باسكو صايم، تزيد شويه معليش تاع الدقله وشويه تاع قلب اللوز شويه تاع الحليب كذا، ولكن في اطار ما هو معتدل، ماشي في اطار الاسراف والتبذير الذي يمكن ان تدخل اليه. باسكو الفلسفه تاع الاستهلاك في الاسلام ماشي نفس الفلسفه تاع الاستهلاك اللي موجوده في الغرب. الغرب الاستهلاك من اجل الاستهلاك، وهما بالنسبه لهم العجله تاع الاقتصاد كلما اسرفت في الاستهلاك كلما عجلت الاقتصاد الدور. لا، في المنظور الاسلامي الاقتصاد ما يمشيش بالاستهلاك، يمشي بالانفاق. عندك دراهم زياده ما تروحش تبدلها، مد لختك الى راهي فقيره، عندك خوك ماهوش ملحق عاونو، عندك خالك هو مريض روح خلص له ليفري تاع العلاج ديالو. اذا الاسلام يشجع على الانفاق ولكنه لا يشجع على الاستهلاك الذي لا معنى له. ديجا الاستهلاك راهو مقيد بالطيبات تاع الحياه الدنيا، والطيبات كذلك راهي مقيده بعدم الاسراف وعدم التبذير، عكس المجتمعات الغربيه. لا تشوفوا مثلا الارقام اللي راهي موجوده ارقام فظيعه. يعني في المنظومه الراسماليه تشجعك على الشراء، يشوفك تمشي هكذا يشوفك مستهلك ما يشوفش فيك حاجه اخرى، يشوف فيك واش ديبونسي. الاسلام لا، وخاصه ما يسمى كاين واحد اخر يسميوه الاستهلاك الطرفي. الاستهلاك الطرفي هذا تاع واحد باش يبان بلي هو ماشي من لاكلاس تاع الفقراء. في بعض الاحيان قال لي واحد التاجر رحت نشري من عنده الفاكهه، لقيت عنده دو كاليتي ما كاينش ديفيرونس كبيره، شحال هذه 20,000 شحال هذه 30,000. قلت له علاه واش؟ قال لي كاين اللي ميم كاليتي تقول ب 20,000 ما يشريهاش. علاش؟ يقول لك انا ما نديش كما يديو الزواليه هذوك، هو يحسب روحه حاجه كبيره. لا انا ندي من هذه اللي ما يقدرش يشريها الزوالي، ما ديفيرونس ماشي حاجه كبيره، بالك شويه هكذا في الكاليبر ولا حاجه. هذا نسميوه الاستهلاك الطرفي، الانسان اللي يشري فقط باش يبان هو ماهوش فقير. وهذا في بعض الاحيان الانسان يدخلوا فيما نسميه في السكروكري، لانه هو ممكن مستوى المعيشه ديالو راهو متوسط، وهو باش يحوس يبين للناس بلي هو راهو من طبقه عليا، يرهق نفسه بتكاليف لا معنى لها، ومن بعد كي ما يقدرش يوفي واش يدير؟ يولي يدخل في السكروكري، يولي يسلف من عند الناس وما يردش، يولي مثلا يسرق، يولي يدير حوايج اخرى. وحنا تعرف اجتماعيا عندنا التصور تاعنا للدين، مثلا الدين اللي نشوف فيه حاجه عاديه، سلف وما تهربش وضرب النحل، عنده 20 مليار الناس تسلوه وهو رايح في الاخر، ومن بعد عادي بالنسبه لي، رغم انها تعتبر من الكبائر. تعرف القصه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جابوا السيد صلى عليه، قال لهم على صاحبكم من دين، قالوا يا رسول الله، قال لهم صلوا على صاحبكم. كان يجيب واحد يستسي عليه، لا عندي الدين ما يصليش عليه، الدين لعظم. لا نتكلموا على الانسان اللي قادر يتصور الناس، ولا اللي هو حاب يعيش اكثر من لي موين ديالو. واحد اللي غالب عليه لان الله فرض له بابا في الزكاه، الغارمين هذو فرض لهم بابا في الزكاه. اذا المنظومه الاسلاميه تاع الاستهلاك مختلفه تماما الاختلاف، لان الهدف من الصيام هو هذه المعاني، هو الاحساس بما يعانيه الفقير، هو ادماج المجتمع مع بعضه البعض. من فطر صائما كان له نفس الاجر. كل هذه المعاني لادماج المجتمع، لاحساس الغني بالفقير، ماشي هو انك تمتنع على الاكل من الصباح حتى المغرب ومن بعد العشيه تعاود كل شيء. وهما في الغرب يقول لك المشكله الاقتصاديه تحاول ان تعالج ما يسموه بالندره، الشيء قليل الشعب بزاف، الاقتصاد كيفاش يوفق بين هذه المعادلتين. في الاسلام لا، الاسلام يقول باللي كل واحد خلق ربي جا الرزق تاعو معاه. اذا المشكل تاع الندره ما كانش، المشكل في الاسلام، المنظور تاع الاسلام هو في التوزيع. كاين ناس راهي عندها اكثر ديجا 45% ولا 50% من الثروات تاع العالم هي يمتلكها 1.1 من العالم. 56 مليون يمتلكوا حوالي 191 تريليون دولار. كون ينحيوا من الاملاك هذه اللي موجوده حوالي المال العالمي واحد 315 تريليون دولار، كون يطبقوا عليها الزكاه 2
من 315 تريليون دولار تخرج حوالي واحد 9 تريليون دولار يقسموها على حوالي 700 مليون فقير، يقسموها تخرج ما يعدل 700 دولار في الشهر لكل أسرة من 4 أفراد لمدة سنة. يطبقوا برك المبدا تاع الزكاه، ما يديروا لا ضريبه لا والو على هذه الاموال اللي موجوده في العالم. 2.5% يقضيوا على ما نسميه على الاقل يعني يحدوا من حجم الفقر هذاك المدقع اللي راه موجود في العالم. وهذه المعاني الساميه اللي موجوده في هذه العبادات، لان العبادات لها شقها الروحي المعنوي ولها كذلك شقها المادي الدنيوي، لان الاسلام هو دين الدنيا ودين الآخرة. اسمحوا لي إن كنت قد أطلت، أتمنى أن أكون قد أفدت. أستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ومعكم أحمد شاكر. أستاذنا جريمش حفظك الله ورعاك على هذه الكلمة الطيبة، إن شاء الله تكون في ميزان حسناتك، وإن شاء الله فرص أخرى لنستفيد إن شاء الله من بعضنا البعض. مثلا كان ثلاثة مقالين من دعاء الخير يريد يخرجنا في الجماعة مزواروث اللي جاء يخرجنا لاسوسياسيون ريليجيوز لوبيراسيون وقت رمضان بصحة ولا تكفى الساكين أو مكسب ماسكين تصور المولانيس أسنفك يمين ياخذ سكان قرشين سنين إن شاء الله سيجعل ربي في ميزان حسناتكم، وكلنا نوار ربي ولا ربي الصحة ولا ربي أفوذ يجلزنا سمعت العلماء خلقهم أعطيكم الصحة تصرف خلق لي شكل قرش ما كيقولوا كنا تنفعم ثيوا شولين ديك الشهر كاع ولا ديال سنة كيخرب بوسان with les surmen with يقدرون بيان سور سيرين من الإنسان أصلا مثلا سنبدل وكل مرة شكلنا طمعنا كاع فرمنا الغاشية بارتو بس إن شاء الله في ميزان حسناتكم إن شاء الله الزكاة كاينين هون الصدقة كاينين هون تين أريش فعل مرين فعل إن شاء الله تسمعنا ديالهم البركة زمان تخريط أكلوا الجزاء باسم خير الربح كتفرحهم ويذ يخلل يقول ولكن رمضان أدي كل يصفرح ربي يقول روان أكون دي يصفرح ربي إن شاء الله دي مشولين وين أكون دي يصفرح ربي دي ثودرين وين دي ثودر نولين كلين أكون جا ربي إن شاء الله دي خالفنا الخير أكون جا ربي إن شاء الله ودي قدشنا في الخير ودي قدشنا في جماز ودي قدشنا في المحبة الويل يقدشن إيوا كانوا يتسالوا وزوالي اللي تمثلنا إيوا كانوا يتسالوا المحتاج ديالنا إيوا كانوا يتسالوا وين يرزقوا ليس يقول ديالنا بارك الله فيكم أو نديرو باللي الخدمة يلهم مليح 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 يخدم مشى من الوالد ما يخدم الشغل يشبه واكين وكذا الأصالة ساعات كذا لنا نتصور بهذا الناس وإن شاء الله إلا نكمل في الناس مازال تيقول ثاني غنين مازال تسويع غنين اللي يجي نزمرنا نوض نفك أفوت سنين إن شاء الله صدقة شفاعة ونافعة إن شاء الله سنة نديرو البركة زعما تقرير إن شاء الله أكون نوار بدون الآخر أكون يسجل ربي أكون جا ربي ندروم السين ربي فلوم الهموم أو نشط ربي أغروم أكون جا ربي نغطس إن شاء الله دائما التسليم إن شاء الله دائما التسليم في جرزم اللي ثودر المنون هذه الآخر فنون لأن السين مغندرني يون ذات مثليس يديروا من الخير كما السنين في طرد دي فرنسا ينطر سنين ان شاء الله هذه السنين غانما ان شاء الله تيسكر بخير وعلى خير ان شاء الله هذه واش السلع جلال ان شاء الله سيدنا مزورون ديوان هذا نديرو الدا ان شاء الله تكفى فلوس الشده وان شاء الله يكفى فلوس العتاب اسنين ان شاء الله اثد يا ربي ان شاء الله رمضان قلت لي ساعتين واش ولدي زاد ساعتين الوراويس الى يوم دارني وكراش نعطيك الدعوه الخير في البوتيس تربا في البوتيس عليا سنين ان شاء الله دريه مربوح ان شاء الله تربى بالعز الول
يمس التذكار بالخير وعلى خير ان شاء الله، سيدي ربي بخير وعلى خير ان شاء الله. تذكر العجمه في الجولكيس، تذكر التدريس، تذكر اليوم ما يمس، تذكر الدينيس ان شاء الله. هادو دوغا الصرفه والخميس، دوغا الكازيس، دوغا الرويس ان شاء الله، دوغا الفرح فرحنا كويت وخام، فرحنا كداد المغني مره ان شاء الله نشفي ربي سلع عجلان، مثل نسكع بخير وعلى خير، سندير ربي ان شاء الله قوه الايمان، قوه الابدان، اللي جعل ربي ان شاء الله يخدمني فرحان، اللي جعل ربي البركه كارز انسان اكثر خير انسان، اقراو ديال الخير ان شاء الله، اقراو يوغان ان شاء الله تقيمت الناس نرميو ان شاء الله يكبدوا سنه هذاك ولكن السفيده ان شاء الله كل ربي يا ربي نبوي ولا الخير نبوي ان شاء الله العده والعدد يسال نخدم ديننا سوفري الى قناه سوفري دين ربي سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز امين، والحمد لله رب العالمين.